السلام عليكم. فيديو النهارده هيكون مختلف جدا جدا جدا، لان جاي اقول لكم قصه غريبه شويتين ثلاثه، واحده من قصص القران المرعبه. انا جاي النهارده اقول لكم عن قصه اصحاب السبت. تعالى نفهم بقى هي ليه مرعبه وايه اللي حصل اصلا. وقعت احداث القصه دي بعد الفتره اللي نجح فيها بني اسرائيل في غزو كنعان على يد النبي يوشع بن نون عليه السلام. يعني زي ما تقول كده الفتره دي بعد خروج سيدنا موسى عليه السلام من مصر. اثناء الفتره دي تم تقسيم بني اسرائيل ل 12 قبيله، وكل واحده منهم ليها قائد منهم، وسكنت كل قبيله منهم منطقه محدده في كنعان. واحده من القبائل دي سكنت عند البحر، واعتمدت في أكلها وتجارتها على الصيد. والمقصود من تهميش الشخصنة في القصة دي قرآنيا إن القصة دي تحديدا ليها فلسفة خاصة مش هتفهمها إلا بعد ما تكمل الأحداث. بحسب العقيدة التوراتية فيوم السبت يوم مقدس بيتم فيه رفع كافة الأعمال وتعليقها وتحريم الصيد وجميع الأعمال، وبيكون يوم السبت مخصص للعبادة فقط. القرية المقصودة ومكان الأحداث عدد سكانها أكتر من 100,000، وكانوا أهلها واخدين الصيد كحرفة أساسية بيعتمدوا فيها على رزقهم وتجارتهم وحتى أكلهم، وحياتهم كانت مستقرة بشكل كبير على نفس الحال. وعدت سنوات وسنوات وسنوات لحد ما جه اليوم الموعود. بدأ يصيب البحر جفاف شديد من الأسماك. يعني البحر باختصار ما بيكونش فيه أسماك نهائي طول الأسبوع ما عدا يوم السبت بس. شيء غريب مش كده؟ ويوم السبت الأعمال معلقة ومفيش أي فرصة لصيد السمك اللي كان بيتشاف بالعين المجردة وقتها، وبتختفي باقي الأسبوع. ومع ذلك فضلوا أهل القرية صابرين ومنعوا الأعمال يوم السبت، مع إنه كان بلاء غريب وغير متوقع. السمك يوم السبت كان بيكون واضح لأي شخص وممكن يصطادوا حتى من غير سنارة، ولكن مش قادرين يقربوا منه أو يصطادوه، وبيفضلوا يحاولوا طول الأسبوع ولكن من غير فايدة. حتى ان السمك في الاسواق بقى شيء نادر، وبقت اسعاره جنونيه ومحدش لاقيه اصلا، مع انه المفروض الوجبه الاساسيه لاهل القريه، وكان دايما الارخص بين انواع الاكل. لكن بعض الصيادين كان ليهم راي تاني. الراي هيودي القصه في منعطف مش متوقع نهائي. راي الصيادين دول انهم لو صبروا اكتر من كده هيحصل في القريه مجاعه شديده، فاتفقوا مجموعه منهم انهم يعملوا خدعه على الامر الالهي، وبدل ما يشوفوا حلول تانية تكاسلوا وتكبروا. وكان الأمر الإلهي بينص على منع الأعمال يوم السبت نهائيا. الخدعة بقى كانت إيه؟ إنهم ينصبوا الشباك من يوم الجمعة بالليل، بحيث إن يوم السبت يكون كل السمك واقع في شباكهم، وهم غلابة ومتفرغين للعبادة، ده حتى مش بيقربوا من البحر. لو جيت بصيت للفعل ده هتشوف ان فعل في غايه الذكاء. في الزمن اللي انا وانت عايشين فيه ده هنشوفه ذكاء، وذكاء شديد كمان، وهم ما عملوش حاجه غلط وكانوا خايفين على اهل قريتهم وعادي يعني. لان في زماننا انا وانت يا صديقي احنا شايفين كم الفواحش والمعاصي اللي بتحصل كل شويه، ولكن ليها شكل جميل متغلفه بيه. ولكن للاسف اللي حصل من الناس دول ان في امر الهي بيحرم الاعمال يوم السبت، فاحنا عشان اذكياء هنتحايل على الامر الالهي ده كانه قانون بشري عادي جدا. المهم ان الخدعه دي عملت فتنه بين الناس، وتقسموا لثلاث فرق. فرقه اتفقت مع الفكره وشافوا ان ده ذكاء ومفيش حاجه ومش حرام. فرقه تانية بقت محايده، ولا رفضت ولا قالت ان ده حرام وتمنعه. والفرقه الثالثه والاهم رفضت الموضوع رفضا تاما، ومشيت الامور. وبعد مناقشات طويلة واجتماعات كتيرة بين الأهالي واستشارات للكهنة وأهل العلم، كانت النتيجة إن الفرقة الثالثة اللي رفضت الموضوع رفض صريح وواضح يتفقوا إن هم يبنوا بينهم وبين الفرقتين التانيين سور زي سور الصين العظيم كده، وبقى السور ده يفصل بينهم وبين الفرقتين التانيين. خد بالك من حاجة، الفرقة الأولى دي مش بس ما امتنعوش عن الطاعة، لا، وهقول لك لا ليه. لما القرآن وصفهم هنا وصفهم بالمعتدين. ليه بقى معتدين؟ لأنهم ببساطة تعدوا، وتعدوا دي دايما بتتقال لما بتتجاوز حدودك مع شخص تاني ويقول لك انت تجاوزت حدودك، يعني باختصار اعتديت عليا او على حاجه تخصني. وهنا الاعتداء ما كانش على شخص، ده كان على امر الهي، لان اللي عمل ده ما رفضش الامر او قرر ما يعملوش والسلام، لا ده كمان اتحايل عليه، وفي التحايل خدعه واهانه. وانك تهين امر الهي ده يبقى اكبر اعتداء. تعالى بقى نشوف عقوبه المعتدين دول. اللي حصل كان مرعب جدا. الامور في الاول مشيت عادي ومفيش اي جديد حصل. كل يوم سبت تنصب المصائد وتترمي الشباك في البحر، والسمك يقع فريسه لفئه المجرمين المعتدين، والفرقه الثانيه بتتفرج على الوضع عادي جدا وكأن مفيش حاجه حصلت وبياكلوا سمك. اما الفرقه الثالثه ثابته على الرغم من ثبات الايام والابتلاء بدون اي اختلاف، لحد ما فعلا جه اليوم الموعود اللي لو تخيلته هتعجز 20 سنة من الصدمة. اليوم ده صحيوا أهل الفرقة الثالثة اللي رفضوا المعصية وحسوا بحاجة غريبة.
او بالادق ما حسوش بالمعتاد. مفيش صوت خالص من الناحيه التانيه، وكأن المعتادين واهل النار دول اختفوا تماما. وهنا بدأوا يقلقوا ويقولوا هو ايه اللي بيحصل. وكان السور الفاصل ده فيه زي باب بسلالم. وقف الاهالي كلهم يسمعوا الناحيه التانيه، لكن برضه مفيش صوت نهائي. فراغ مخيف. حرارة الشمس كانت شديدة جدا وقتها، ونورها عظيم، ومفيش أي صوت غير البحر وسط هدوء وسكينة غير طبيعية. وكأن العالم من الناحية التانية انتهى، وصوت صفير الرياح مختلط بصوت أمواج البحر بيدل على الفراغ التام. في وسط الأجواء الغريبة دي اقترح واحد منهم إنه يطلع ويفتح الباب ويشوف إيه اللي بيحصل في القرية. وفعلا طلع السلم واحدة واحدة، فتح الباب عشان يصعق من صدمة اللي شافه. قرود وخنازير لابسين هدوم بشر، قرود وخنازير لابسين لبس الأهالي. طب ازاي؟ المعنى الحقيقي واللي كان واضح جدا وقتها إن المعتدين اتحولوا لقرود وخنازير. مشى وسطهم الصالحين منهارين ومصدومين من اللي حصل، ولكن حقيقي انتهى كل شيء. القرود والخنازير دي كان جواهم صراخ يكفي حتى قيام الساعة. تخيل تعيش وانت ممسوخ مسخ مشوه لانك تعديت على امر ربنا. تخيل كم العذاب اللي جواك وصل لحد فين. تخيل احساسك وانت عارف ان ربنا غضب عليك غضب شديد، وللاسف مش عارف حتى تتوب من المعصيه دي. وسط المشهد المذهل ده وعذاب ربنا الشديد، واحد من الصالحين قال لهم: ألم ننهاكم عن ما كنتم تفعلون؟ فيهز قرود الخنازير رأسهم بنعم. عبد الله بن عباس بيقول في الجزئية دي: إن الذين نسخوا قردة وخنازير من بني إسرائيل مكثوا في الأرض 3 أيام فقط، ومن بعدها ماتوا جميعا، فإن المسخ لا يعيش ولا يكون له زوجين. خد بالك من نقطة كمان، الناس اللي سكتت عن الحق اللي هم الفرقة التانية اتمسخوا هم كمان، لأنهم ما غيروش الواقع السيء وبدأوا يندمجوا معاه. وسكوتهم ده كان سند للفئة الضالة وبيقويهم. ومن ساعتها عاش بني إسرائيل في كنعان، والقصة دي بترن في ودنهم وعمرهم ما نسوها. خد بالك إن على الرغم من رفض القصة دي في المجتمعات العلمية، إلا إنهم مش قادرين يثبتوا عدم حدوثها أو إمكانية عدم حدوثها. المهم أنا عايز أقولك في النهاية إن في كام قرد حوالينا اتمسخوا فعلا، ولكن مش حاسين. في خيط رفيع قوي ما بين الصح والغلط، ولما بيختلطوا على بعض بيفقدوا الشخص هويته وبيتحول مسخ مشوه بلا هوية. وعلشان تفهم نقطة خليني أسألك سؤال: إيه تعريف كلمة غلطة في قاموسك؟ في واحد هيقولك أنا عمري ما غلطت، وواحد تاني هيقولك أنا بعمل الحاجة الغلط بس بشكل صح. أشكال الغلط كتير قوي حوالينا، بس أهم حاجة وأنت بتعمل حاجة غلط تكون مقتنع 1,000,000% اللي انت بتعمله ده غلط، على الاقل بينك وبين نفسك، علشان ما تضيعش على نفسك فرص كتير جدا، زي فرصة انك تلف وترجع او تتوب. في كتير من التجار مثلا بيلعبوا في الميزان وفاكرينها شطارة، او يتحايلوا على الزباين بحجة ان التجارة شطارة. لما تعمل الحاجة الغلط خليك واضح وصريح مع نفسك انها غلط، واوعى تخلق حجة وهمية، لان ممكن جدا اشخاص تانية تقلدك وتقول ان دي مش حاجه غلط. لان في الاخر اهم سعي الانسان على كوكب الارض هو السعي نحو الهويه وتصحيح الغلطات في اسرع وقت ممكن قبل ما تكون مسخ. وكم منا الان من اصحاب السبت، وكم منا مد يده ليصطاد اسماكا لم تكن في الاصل له، وكم منا اعتدى على حقوق الله، وكم منا يعتقد انه بخادع الله وما هو الا بخادع نفسه، وكم منا يشاهد هذا الفيديو وحتى الان لم يضغط لايك. ما تنساش يا صديقي تعمل شير لان ده هيساعدني كتير جدا. وشكرا جدا على المشاهده. السلام عليكم.